بس شوف الاختناق اللي راح يصير، شوف الاستعراض الفني اللي راح يصير. شوف هذه حركة الاختفاء والتمويه تستخدم في العمليات العسكرية. استخدمها الجيش العراقي في عمليات تحرير العراق من عصابات داعش سنة 2014. اختناق. وحتى نستذكر بطولات جيشنا لازم نجي ونعيش وياهم هذه اللحظات الرهيبة. بطل. ثم نرجع بالزمن إلى الوراء قليلا ونسأل سيادة النقيب أبو بكر عن دور الفرقة في عمليات التحرير. الفرقة المدرعة التاسعة كان لها الدور الكبير والحاسم للمعارك. طائفة اركب. أما الجندي اللي يدخل في الدبابة فمعناها دخل إلى الموت، ومعناها عنده تضحية مو فقط شجاعة ومهارة. وكان له محور خاص وفعال في عمليات تحرير الموصل. الفرقة المدرعة التاسعة إضافة إلى بقية أصناف الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي ساهموا في تحرير العراق من عصابات داعش. أنا حسين الجبري وهاي ذكرى يوم النصر العراقي.